ليس له مثيل، شرف الخصومة، لأن النفس المخاصمة نفس عظيمة، ولأن كل إناء بالذي فيه ينضح، فإذا كان المرء منطويا على الخير فلن ينضح إلا خيرا، وإذا انطوى المرء على الشر فلن ينضح إلا شرا. شرف الخصومة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنافق بخصلته: وإذا خاصم فجر. وقديما قالوا: احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. يقولون كما قالوا قديما: احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضرة. قائله أجزم بأنه لم يجد شرف الخصومة في مخاصم، ولو كان قد وجد شرف الخصومة في مخاصم ما قال هذين البيتين أبدا، لأنه إذا انقلب الصديق الحق عدوا حقا فشرف الخصومة قائم، وأما إذا ما انقلب الصديق عدوا لا شرف عنده في خصومة ولا في غيرها فلم يكن صديقا أبدا، وإنما هو عدو بمرة، عدو من أول مرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خاصم فجر وخرج عن كل عرف وتحلل من كل قيد، ولم يبق على صلح لبقيا، وإنما ذهب موليا شاردا نافرا لا يعول على شيء ولا يلتفت إلى شيء. خصلة النفاق قائمة، وميزة النفاق فيه بارزة، والرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على شرف الخصومة. شرف الخصومة، كن شريفا في حالاتك كلها، كن عبد اللفظ، كن مستقيم الجنان، كن قائما على صراط مستقيم. شرف الخصومة، ذلك الميت الدابر والأمس الذاهب الذي ولى فلن يعود، والذي يلتمسه المسلم الحق اليوم فلا يجد له أثرا ولا عينا بين المسلمين إلا من رحم ربك وقليل ما هم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خصلة المنافق: وإذا خاصم فجر.